لماذا؟ ليه لما احتاج اعمل حاجة ما بقومش على طول؟ ليه ساعات بحس ان انا متحمسة ويلا وهنقوم وهنكسر الدنيا، وساعات تانية لا انا كسلانة مش قادرة اقوم؟ لا استني شوية، ممكن شوية كده ونقوم. ليه في اصوات كتير؟ صوت متحمس وصوت كسلان وصوت يقولك شوية. هو في ايه؟ هي ايه الاصوات دي كلها؟ ليه لما بحتاج الحاجة ما بقومش اعملها على طول؟ يعني مثلا عايزة اذاكر الاقيني بذاكر، عايزة اخرج الاقيني بخرج، عايزة انام، اي حاجة. ليه بيبقى في صعوبة؟ عايزة اعمل خطوة معينة، الصعوبة دي منين؟ ايه الاصوات اللي جوايا دي كلها؟ مين اللي بيتحكم في الاصوات دي؟ اتحكم فيها ازاي؟ اعمل ايه؟ لماذا؟ هو ده موضوع الفيديو النهاردة بجد. I'm so excited، علشان انا نفسي قعدت ادور ورا المعلومات اللي انا بقول لكم عليها دي كلها، عشان انا كنت عايزه اعرف اجابتها. هو بجد ليه انا ساعات ببقى متحمسه، ساعات باجل، ساعات بكسل، ليه؟ ايه الحاجات دي كلها؟ what this هو ده اللي هنعرفه في موضوع الفيديو النهارده. وبالمناسبه الفيديو ده كله من اختياركم انتوا، يعني معانا اسلام علي طلب مني انا عايز تركات تخليني اتشجع على المذاكره. ومرام من الجزائر، طبعا نورتيني يا مرام، واتضميتي لشلتك الحلوه انتي واسلام. مرام قالت لي ان يومها مش متظبط من ساعه رمضان، مواعيد نومها مش متظبطه، وبتحس بخمول كبير لانها بتسهر طول الليل وبتنام الصبح، فبالتالي ما بتعرفش تركز، وده مأثر عليها جامد جدا. وطبعا هيأثر عليكم عشان انتوا عارفين جملة الشهيرة من طلب العلا سهرة ليلي. دي غلط بالنسبة لي. ليه؟ ما انت فعلا هتطلب العلا بس الاوردر مش هيوصل. برافو. امال اللي بيطلب العلا بيعمل ايه؟ بينام بدري ويصحى الصبح بدري يصلي الفجر ويبدأ بسم الله يذاكر. طب ازاي اظبط نومي وازاي هعمل كل ده؟ هو ده اللي هنعرفه في الفيديو النهارده. so if you are interested just keep on watching. ويلكم بستاتي الحلوين. لو انت واحد من البستات فويلكم باك، ولو اول مره تشوفني خليني اديك نبذه بسيطه احنا بنعمل ايه هنا. انا بري 20 من عمري، بحاول بسعى ان انا اكون افضل نسخه من نفسي، بس الطريق بيبقى محتاج ونس، محتاج شريك معاك في الطريق. فما لقيتش احسن من ان انا اطلع افيد واستفيد. فاحنا هنا شلة بستات كلنا بنساعد بعض ان احنا نكون احسن. يعني هنا مذاكرة تلاقي تبقى احسن شكلا، تلاقي تبقى احسن عقليا، تلاقي كله. فلو مهتم بالمحتوى ده ما تنساش طبعا، يعني لو مهتم بالمحتوى ده سبسكرايب بسرعة. مستني ايه؟ يلا سبسكرايب ولايك للفيديو، واشوف منكم كومنت تقولي ان انت بستاية جديدة معايا. اول حاجة انا هرد على سؤال مرام، ازاي ارجع ان انا اظبط نومي. انا بحب اتحرك كتير. ازاي ارجع ان انا اظبط نومي تاني؟ بصي، هو في حلين. الحل الاولاني ان انت مثلا لو كنت بتدخلي لسريرك على الساعة 6 الصبح، فاليوم اللي بعده هتدخلي بدري شوية 5، هتدخلي السرير 5، واليوم اللي بعده هتدخلي بدري اكتر يعني 4، وهتفضلي تقللي واحدة لغاية ما توصلي انك تنامي الساعة 10 وتصحي 5 الفجر. وده الطريق يعني هي حلوة ولذيذة، بس بحسه طريق طويل جدا جدا جدا. طب ايه الطويل السريع واللي انا جربته فعلا وهو ده اللي نفع معايا؟ الطريق السريع انه افضل انت ما نمتيش بقى من امبارح. طب تعالي ما نمتيش من امبارح، احنا هنطلع النهارده، هنخرج النهارده، انك تبعدي عن السرير باي شكل، ما تقعديش في البيت، عشان لو قعدتي في البيت هتنامي. تعملي ايه؟ انت مثلا مش نايمه من امبارح، كملي بقى اليوم، كملي لغايه الساعه مثلا 8 بالليل او حاجه. 8 بالليل ترجعي بيتك تنامي. طب هتروحي فين الوقت ده؟ تروحي مثلا عند حد قريبك، تروحي في وركينج سبيس تقعدي تذاكري. المهم ان انت ما تقعديش في البيت، عشان لو قعدتي في البيت هتنامي.
بجد. طب طول الوقت ده مثلا وانا بره هبقى عايزه انام وكده، اعمل ايه؟ اشربي قهوه، اشربي شاي، اشربي اي حاجه فيها كافيين عشان تفوقك. هو ده بجد الحل الاسلم لمشكله ان نومك يتظبط. انا جربت طرق كتير قوي، هي دي الطريقه كده كده. يلا بينا نعرف احنا بالظبط عباره عن ايه، علشان بناء عليها هنعرف رقم 2 اللي هو ازاي هعرف اشجع نفسي واقوم وانتصر على كل الاصوات اللي جوايا دي. يلا بينا. انت كبني ادم 4 اجزاء، يلا نشرحهم مع بعض. بصوا، احنا كبني ادمين عبارة عن جسد، وهو الآلة اللي احنا بنتحرك بيها، وروح، والروح دي اللي هي حاجة معنوية مش حاجة نقدر نلمسها. الروح ده الجزء السماوي اللي فينا من عند ربنا، حاجة ما بنقدرش نلمسها. الروح دايما بتحن للسلام والهدوء والطمأنينة، وان انت تتأمل كده في كل حاجة حواليك، تشرب كوباية القهوة بالراحة بتأمل بمزاج، انك تصلي وتخشع مع ربنا وتدعي وتقول له كل اللي في قلبك، وتبقى واثق ان هو اللي قادر يعمل كل حاجة. فدي الروح بتغذيها بالصلاة، بقربك من ربنا، بالتأمل، بالهدوء، فيها سلام نفسي. ودايما دايما دايما الروح هتلاقيها سند ليك في كل حاجة. يبقى احنا كده قلنا عبارة عن جسم وروح وعقل. العقل ده بقى ايه؟ اللي هو السوفت وير بتاعك. انت على حسب ما بتبرمجه عامل ازاي. والله بتدخله الحاجات، بتسمع ناس ايجابيه زي ما انت بتسمع دلوقتي، وبتسمع ناس تساعدك، هتلاقي عقلك بيتبرمج حلو. بتسمع ناس فاشله وبتسمع فعلا كلامهم، بتدخلوا عقلك وتقول انا زي مثلا انا فاشله، انا شكلي وحش جدا، انا ما اعرفش ايه، سلبيات سلبيات سلبيات. فعقلك برضو هيتبرمج على السلبيات اللي انت بتدخليها. فعقلك هو السوفت وير بتاعك، فخلي بالك انت بتدخله ايه، وبتقوله ايه، وبتردد ايه، وبتسمع مين، وبتقعد مع مين. كل الحاجات دي بتفرق في السوفت وير بتاعك. كده قلنا جسم، ادي الآلة، وادي العقل السي او ده اللي بيحرك وبيمانج الدنيا، والروح دي اللي هي حاجة معنوية بس كده فرقها كبير قوي. ودايما يعني طالما الروح مرتاحة هي هتلاقي نفسك مرتاح في حاجات كتير قوي. رابع حاجة هي النفس. النفس دي بقى اللي هي الدلوعة، المرقوعة، الكسلانة، معرفش ايه. والنفس أمارة بالسوء، خلي بالك ما ننساش الجملة دي، اللي هي بتأمرك طب تعالي، ما بتفكرش بقى اي حاجة ممكن توديها في 60 داهية. طب مين بقى اللي بيتحكم يقول لها لا او كذا؟ ده لو احنا مبرمجينه كويس. طب مين اللي بيدينا القدرة ان احنا نتحمل المصاعب والمشاكل والحاجات دي كلها؟ الروح والعقل، الاتنين مع بعض. طب مين المسؤول عن المرقعة؟ النفس زي ما احنا قلنا. طب مين المسؤول ان هو يتولز ويتحرك وكده؟ هو البادي. طب مين اللي بيحرك كل ده؟ السوفت وير. الروح كده لما بتكون متزنة ومتغذية كويس بالتأمل والصلاة والقرب من ربنا وكل الحاجات دي، بتدينا اتزان وبتوقفنا على رجلينا وبتخلي نفسنا طويل بطريقة بجد عقلك ما يقدرش يستوعبها بسهولة. طيب اختصارا احنا عبارة عن ايه، وايه كل الاصوات اللي بتتحكم فينا بالظبط؟ احنا 4 حاجات. الجسم، وده محتاج منك اكل كويس ونوم وراحة، وإلا هيفصل منك. العقل ده المدير التنفيذي اللي بيحلل، بيفكر، بيبرمج، بيعمل سوفت وير، كل ده. ولو ردتي انتي، لو ردت عليه انا فاشل انا فاشل انا فاشله انا فاشله، هيصدق وهيتبرمج على هذا الاساس. 3، النفس، ودي الطفلة اللي جواكي، يعني ساعات بتتمرقع، ساعات بتدلع، ساعات بتكسل، ساعات بتأمرك ان انت تعملي حاجات غلط او تأمرك بالسوء، يعني أمارة بالسوء. محتاجين ان احنا نظبطها كده. الروح، ودي الجزء النقي اللي فيك، اللي بترتاح لما تقعدي لوحدك، لما تصلي، لما تتأملي، لما تحسي بطعم كل حاجة حلوة حواليكي.
وبكده نكون فهمنا نفسنا اكتر، وعرفنا كل صوت جاي منين، الكسل جاي منين، وصوت الحماس جاي منين، وكل حاجة. فبالتالي هنعرف نشجع نفسنا ازاي. جاهزين للجزء اللي جاي؟ جاهزين؟ يلا بينا. ورقة وقلم واقعد اكتب ليه. هو انا ليه نفسي انجح؟ علشان ايه؟ انا نفسي انجح علشان انا تعبت قوي السنة دي، علشان عايزة افرح اهلي، علشان امسك شهادتي هي سلاحي. انا او انت لو عايزين نوصل لاي حاجة في حياتنا، حتى لو مش في نفس المجال اللي درسناه بالشهادة، بس لازم شهادتك تكون معاك، ده اساسي. فافتكر دايما ان ألم الدراسة لحظة وينتهي، ولكن فراقها ألم سيستمر مدى الحياة. يقولك ايه وجع ساعة ولا كل ساعة. انت لو دلوقتي درست وعملت اللي عليك هتتوجع دلوقتي، بس هترتاح بعدين، ده بقى وجع الساعة. ولكن لو ما عملتش اللي عليك دلوقتي، هتفضل طول عمرك تندم، فتبقى على طول ندمان ندمان ندمان، وموجوع موجوع موجوع. فليه؟ فخلص دلوقتي. فدي من الحاجات اللي كانت بتشجعني جدا، اللي هو ألم الدراسة لحظة وينتهي، ولكن فراقها ألم سيستمر مدى الحياة. وبرضو انا هبقى اكلمكم اكتر عن ازاي انا مثلا، على فكرة انا اتخرجت بشهادتي، انا ما اشتغلتش بشهادتي، عشان تبقوا عارفين. وابقى احكي لكم اكتر عن الكارير، وانت ازاي انت اصلا تبقى خريج كذا وتشتغل في حاجة تانية، وايه الدنيا وايه النظام، هتعرفوا اكتر. فلو مهتمين بالمحتوى ده، ما تنساش تكون عملت سبسكرايب عشان تشوف كل الفيديوهات الجاية، عشان بجد بجد هقول لكم معلومات يدفع فيها ملايين. سبسكرايب عشان مفيش حاجة تفوتك. تعالوا اقول لكم مقولات انا كنت بحبها جدا وكانت بتحفزني جدا، وهي ايه؟ انا كاتباها: خلقت الانتصارات لمن يحارب من اجلها. انت عايز تنتصر؟ حارب علشان توصل للي انت عايزه. كنت بصوا يا جماعه، انا كنت حاطه نوتس كده وحاطه المقولات دي قدامي عشان دايما افضل افكر نفسي بيها. تاني واحده: بدون كفاح لا يوجد تقدم. يعني طالما مش هتكافح مش هتتقدم، فانت لازم تقوم وتبدا. stop wishing and start reaching. يعني كفايه ان انت عمال تتمنى تبقى كذا وتبقى كذا وتبقى كذا، وابدا، يلا ابدا اتعب واجتهد وذاكر عشان توصل. كفايه تمني، ابدا نفذ بقى. كمان كنت كاتبه حاجه بقى انا من عندي، كاتبه ان انا كل ما زادت معاناتك وانتي بتحاولي ان تنجحي، كل ما بتزودي درجات صعودك لسلم النجاح لغايه ما توصلي للقمه. فالمقوله دي برضو كنت بحبها قوي، انا كنت كاتباها لنفسي زي مسج كده لنفسي: انت اتعبي، كل تعب ده مش هيروح، التعب ده عند ربنا، التعب ده بيقربك من حلمك، التعب ده كل تعب وكل ساعة بتتعبيها بيقربك خطوة أكبر لحلمك، بيزودك درجة أكبر. فاستمري، ما توقفيش. مسج كده وكنت كاتباها لنفسي وحطاها على المكتب. كده نكون كتبنا هدفنا وحفزنا نفسنا بمقولات، وكل حاجة تمام تمام تمام. حلو. الجسم بقى، عشان لو حفزت ده وده مش شغال، ده هيأثر. ليه؟ مش احنا كنا في المدرسة دايما بناخد دايما كده بنلاقي جملة على كتاب الوزارة: العقل السليم في الجسم السليم، the sound mind in the sound body. وبرضو كنا بنلاقيها مكتوبة على حيط المدرسة: العقل السليم في الجسم السليم. فاللي هو ايه، عايز يوصلك انك لو ده مش سليم، ده مش هيبقى سليم. في كونكشن جامد ما بينهم قوي. لو انت مش نايم كويس مش هتعرف تركز، لو انت حاسس بخمول وكسل وعلى طول نايم، برضو ده هتلاقي ده برضو نفس الحاجة، مش عارف يركز، برضو حاسس بنفس الخمول والكسل اللي في جسمك ده. طب ازاي انشط نفسي؟ الحل ان انت اهتم بجسمي ازاي؟ رقم 1: النوم. نام نوم زي البني ادمين. ربنا عمل الصبح للشغل والليل للنوم، هتعكس، هتلاقي السيستم بتاع جسمك هنج منك، هتلاقي جسمك ضرب خلاص، الوقت هيروح
وتركيزك هيبقى قليل وتركيزك هيبقى بطيء الخ 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 وحاجات ما بنحبهاش. ثانيا الاكل، لو انت اكلت اكل مش صحي اذا جسمك مفيش اي فيتامينز داخلاله، حفظنا هيأثر هنا على طول. طب اعمل ايه؟ دخل المكسرات في اكلك، دخل المكسرات، الخضروات، الفواكه، عسل النحل، زيت الزيتون، الحاجات الجميلة دي اللي رسولنا عليه الصلاة والسلام وصانا عليها. 3 اعمل رياضة، نشط الدورة الدموية بأي شكل من الأشكال. ازاي؟ امشي شوية، اجري، قوم اتنطط كده في مكانك، ها، ارقصي زومبا، ارقص زومبا، ارقصي شرق، اي حاجة، اي حاجة بس يبقى فيه حركة وفي تواصل كده مع جسمك علشان الدورة الدموية تفضل شغالة، فلما الجسم يبقى سليم هيصب هنا على طول. طب ازاي؟ انا بكسل بصراحة يعني في الموضوع ده شوية، اعمل ايه؟ ربنا يخلي لنا اليوتيوب يا رب ويبارك فيه بجد. ادخل على اليوتيوب او ادخلي على اليوتيوب اكتبي 10 دقايق كارديو في اليوم، حتى لو تعملي بس 10 دقايق، 10 دقايق بس، 10 دقايق بس. المهم ما يعديش يوم غير وانتي عامله نشاط بدني، علشان تضمني ان ده شغال فده شغال. فاهمين الفكره؟ في كونكشن زي ما فهمتكم. 10 دقايق صبح وليل، صبح بس، اي حاجه بس ما تعديش اليوم من غير ما تعملي رياضه. وحلو قوي قوي بجد، انا بعمل كده ان انا بكتب على اليوتيوب مثلا 10 دقايق كارديو، 10 دقايق اي وقت عادي، 10 دقايق رقص زومبا. فكل الحاجات دي بتفرق جدا 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 والله العظيم بطريقه انتوا لا تتخيلوها. وكتير منكم وانتوا اصلا قلت لكم على مرام في اول فيديو بتقول انا مش عارفه اركز، انا حاسه بخمول في جسمي، فده بيأثر على ده. وش كده كده ابقى عملت اللي عليا قدام ربنا. احنا دلوقتي عرفنا ايه؟ عرفنا كويس جسمنا عبارة عن ايه، واحنا عبارة عن ايه، تكويننا ازاي، عشان بالتالي نعرف نتحكم في الاصوات اللي جاية ونعرف هي جاية منين. ثانيا ازاي هننشط عقلنا او نحفز، يعني نحفز نفسنا روحانيا نفسيا ان احنا نقوم نذاكر. ثالثا عرفنا ازاي بقى نتحكم، ان ده برضو بيفرق، هنا متوصل بهنا ازاي هنحفز جسمنا وعقلنا. وقلنا بالرياضة والأكل الصحي والنقطة المهمة جدا 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 اللي قلتها طول الفيديو. فأتمنى وأنا واثقة إن الفيديو هيكون لمسكم إن شاء الله، يا ربي الفيديو يكون لمسكم وفرق معاكم جدا المعلومات دي، لأنها بجد بجد مهمة. أنا عن نفسي فرقت معايا كتير قوي وأنا بدور عليها، ولما عرفتها واتبسطت قوي ان انا عرفتها. فما تنساش تعمل لايك للفيديو لو انت كمان او انت استفدتوا، واثبتوا لي وجودكم في كومنت، ويلا قوموا ذاكروا حالا، حالا تقوموا تذاكروا 5 ثواني، 4 5 4 3 2 قبل ما تيجي اصلا 3 دي تقوم قاعد على الكتاب وعامل مشروبك اللذوذ وقاعد تذاكر. وطمنوني عليكم في الكومنت زي ما انتم متعودين، وقولوا لي الفيديو الجاي عايزين يكون عن ايه، ولو عندكم اي مشكله في اي حاجه اكتبوا لي تحت في الكومنت وان شاء الله اقدر اساعدكم. اشوفكم فيديو جديد على خير واسيبكم في امان الله.